ايش كم واحد اول مره يجي لهنا؟ اوه واو هوايه ناس. يلا خوش، يعني تعرفتوا على مكان جديد وضفتوا للخارطه مالتكم ببغداد فد توقف جديد لكم، وان شاء الله نشوفكم اكثر. هاي هواي من الوجوه هنا دا اشوفهم انا اول مره، واحنا عاده هنا نسوي تجمعات الناس يجون بيها باعمار الجامعه. اليوم يمكن اول مره اغلبيه الاعمار هم من اعماركم بالمدرسه، فصراحه شيء كلش حلو ومتحمس اني اليوم نسولف وياكم ونتعرف عليكم اكثر. اكو ناس جابوا اهلهم وياهم؟ ما حاجه عادي مو مشكله، حتى تعرف شوف ايش قد ناخذ راحتنا اليوم بالحكي. اوكي زين لعد. انا جبت امي وياي فهمينا ما حد جاب اهله، انا جبت امي. فهمينا اليوم. شكرا. فهمينا ممكن نسولف وياها. اوكي، فاكو هوايه اشياء ممكن احنا نسويها ورا السادس، وين نبدي وشنو نسوي. بس اكو شغله اتمنى كنا نسويها، واذا ما تعرفون شو تسوون عوف كل شيء. هواي راح نحكي اليوم افكار وخيارات ممكن تختاروها، بس عوفوا كل هذا الحكي اللي راح نحكي اليوم وانسى البرمجه والفن والطب والمدري شنو، كل شيء كل هذني عوفون على صفحه. وشغله واحده مهمه نسويها، عوفوا كل شيء اتعلم انجليزي. ايش كم واحد هنا انجليزيته ينطلع بيها؟ هلا عمي طلعت هاي عاد ما يحتاج نحكي بالموضوع. اوكي خل ايه لا عاد لا تعرفون كل شيء. ركزوا على الباقي. لا اوكي خلينا نعيد السؤال. ايش كم واحد مستعد يلتقي بشخص من امريكا ويحكي وياه انجليزي؟ اوكي نص ونص. اوكي الناس اللي رافعين ايدهم خلي ايدكم رافعه مرفوعه. يوم الثلاثاء كل ثلاثاء هنا يصير عندنا انجلش ميت اب، نجي نسولف انجليزي، المكان كله يتحول الى انجليزي، فانتم كلكم نشوفكم هنا يوم الثلاثاء. متفقين؟ بعيدا عن الانجليزي خلينا نحكي برنامج ورشتنا اليوم وشنو المواضيع اللي راح نتناقش بيها. اول موضوع هو موضوع الايكي جاي اللي مجتبى راح يسولفنا عليه. هاي فد فكره من الثقافه اليابانيه، ممكن تكون طريقه تعلمنا بها شلون نستكشف المسار اللي نريد نختاره بالمستقبل. بعدين عندنا اليوم ضيوف راح يشاركون قصصهم. احنا كاتبين قصص نجاحهم. كلمه نجاح شوي كلمه معقده وغامضه، بالحقيقه هم راح يشاركون قصصهم. بعض قصصهم ممكن يكون بيها من فشل، مو دائما نجاح، بس هم راح يشاركون انه شلون تعاملوا ويا هاي الاشياء وهاي الخيارات الصعبه اللي انتم امامكم اليوم وتفكرون بها للمستقبل. وبعدين راح نسوي شويه فرصه للاسئله والاجوبه، واكو فعاليه جماعيه نسويها مع بعض، ونشارك في ملخص قبل ما نختم. اعتقد مجتبى راح يجي هسه يشاركنا عن الايكي جاي ويسولف لنا عنها اكثر. يلا مجتبى. تفضل هنا. يلا مرحبا، انا مجتبى اخو مرتضى. حبيت اليوم اشارك وياكم على فكره الايكي جاي، اللي هو كتاب نزل قبل فتره وانتشر، بس هو الكتاب يعني دا يحكي عن فكره هي اصلا موجوده بالمجتمع الياباني. المقدمه مال الكتاب انه هو واحد او شخصين هم ذول الكاتبين مال هذا الكتاب، راحوا عاشوا بمدينه اكو هاي يسموها بلو زونز بالعالم، هي اللي هي الاماكن اللي الناس يكبرون بالعمر كلش، يعني يوصلون ال100 سنه او يعبرون ال100 سنه. فهم راحوا عاشوا بوحده من هاي الاماكن اللي اسمها بلو زون باليابان، بس هي اسم المدينه تحديدا. فراحوا وسووا رادوا يشوفون شنو طريقه حياتهم بهذه المدينه، فطلعوا بهذا الكتاب اللي هي الفكره الاساسيه من هذا الكتاب، انه او فكره من ايكي جاي، هي اذا تترجم كلمه ايكي جاي تقدر انت تترجمها اقرب شيء لها هي سبب وجودك او سبب وجود الواحد بالحياه، او الغايه من الحياه، او مثل الهدف او هيك شيء. فهاي المعنى الحرفي الايكي جاي، اللي هي يعني اذا نجي نريد نفتهم اكثر انه شنو الشيء اللي نقعد الصبح على مود نسويه. فهي الشيء اللي تعطينا الحافز والدافع حتى نقوم بشغلاتنا اثناء اليوم. فهي تتقسم بكل بساطه الى 4 اقسام. القسم الاول انه شنو الشيء اللي تحب تسويه، اللي هو الشغف مالتك. the next one اللي هو شنو عشتي لك. شنو اللي تسويه ومن تسويه اكو ناس تستفاد من عنده.
وهذني ممكن اكو تقاطع بيناتهم، انه اكو فد شيء انا احب اسويه وبنفس الوقت الناس الاخرين هم يستفادوا من عنده هذا الشيء من اسويه. وكذلك انه شنو اللي هي هو مسميها مهمه، الميشن، فاهم، مسميها شغف، باشن، هاي مهمه او ميشن. شنو الشيء اللي تسويه وممكن يرجع لك مردود مادي. وهاي هو مسميها الفوكيشن او المهنه. واخر شيء فشي تسويه وتكون انت بارع بيه، يعني بنسويه، يعني مرات احنا اكو اشياء نحب نسويها بس احنا مو كلش اقوياء بيها، فهاي يجوز تصير مو شرط انه مهنه او مو شرط تصير احتراف، بس هذه تحديدا انه فشي انت بارع بيه. فهسه راح نشوف سلايد يجمعهن ذني كلهن. فمن هذه الاربع اقسام صار عندنا هذه الفن دايجرام، الاربع دوائر اللي هي تتقسم بها الاشياء اللي احنا نسويها. فممكن نسوي فد شيء احنا نحب نسويه بس احنا مثلا ماكو احد بالعالم يحتاجه، ولا احنا بارعين به، ولا ينطينا عائد، فهذا راح يصير بهذا الجزء من الدائره مثلا. او اذا فد شيء يجمع بهن كلهن فراح يصير بالنص اللي هو هذا يمثل الايكيغاي. او اذا مثلا يجمع اثنين من عندهن، مثلا فد شيء نحب نسويه والعالم يحتاجه بس مثلا مو شرط بارعين به او مو شرط يعطينا عائد، فهو هاي اللي نسميها مهمه، وهكذا. ما راح اطول بها التفاصيل مالتها، ممكن انتم تشوفوها بوقتكم الخاص. بس هي هذه تساعدنا نحدد شنو الاشياء اللي، لانه خصوصا هسه مثلا مخلصين سادس او راح نخلص سادس او هاي، اكو خيارات كثيره انه شنو الاشياء اللي ممكن نسويها، فهذه تساعدنا نعرف انه شنو من الاشياء اللي احنا ممكن نركز عليها اكثر من الباقيه. فهذا ملخص عن الايكيغاي. قبل ما نعبر من عندها، اكو مجموعه اسئله. هسه احنا هاي مو احسن طريقه لاخذ الملاحظات، بس راح نستخدم التليفون ناخذ ملاحظات نجرب. بس اللي عنده دفتر وورقه وقلم فبعد احسن ورقه وقلم. هسه هذه حتصير فعاليه، راح ناخذ 5 دقائق كل واحد يجاوب على هذني الاسئله. اوكي، هسه راح نبوع على هذا الجزء اول شيء اللي هو مال الشغف، اللي هو فشي تحب تسويه وتبرع به. هذا راح يكون تعريفنا للشغف. فاذا نستخدم هذا التعريف للشغف، فاول شيء اكتبوا سؤال شنو فد شيء انت شغوف به، واكتب ناخذ مثلا دقيقه نجاوب على هذا السؤال. اوكي، هسه خلينا ننتقل للسؤال اللي بعدها، انه شنو اشياء انتم يعني شلون what issues or causes matter to you. قضايا مهمة بالنسبة لكم، عاشت ايدك. يس، يعني اشياء بالعالم انتم تهتمون تكونون يعني جزء من وضع الحل لها مثلا، او هيك شيء مثل الاحتباس الحراري او التغير المناخي. حلو، الرعاية الطبية. يلا مثال اخر، الصحة والتمريض. اوكي، هسه من ذني الاشياء اللي نذكرها بالنقطتين السابقة، هسه شنو من هذني ممكن اكو فد بروفيشنز. شنو بروفيشنز؟ يعني مهن. شنو مهن ممكن تستخدم هذه الاشياء، الاهتمامات اللي ذكرتوها او الاعمال. فمثلا اذا واحد قال اني واحده من اهتماماتي هي الاحتباس الحراري او التغير المناخي، ممكن اكو فد 50 مهنه ممكن تكون تشتغل تحت هذا المجال، او فنربط هذه ويا الاهتمامات. فمثلا اذا واحد قال اهتمامي الاحتباس الحراري، والاشياء الشغف مالتي مثلا هو مثلا الفيديو جيمز، اللعبات مال الحاسبه، فممكن يربط بين الاثنين، انه اسوي فيديو جيم توعي عن الاحتباس الحراري مثلا، وهكذا يعني. فاذا تربطون هذني شنو الاشياء اللي ممكن تسووها وترجع لكم مردود. اوكي، كلش ممتاز، عاشتيتكم. هسه خلوها هذه الافكار اللي كتبتوها، بعدين همين راح تصير فعاليات تستخدمون هاي الاجوبه مالتها. وهسه بعد شويه راح يكون اكو متحدثين، من يحجون المتحدثين فكروا بهذه الاشياء وحاولوا تشوفون من اجوبتهم او من كلامهم شنو اجوبتهم على هذه الاسئله. ممكن تستخدموها كالهام تساعدكم بالاجوبه على هذه الاسئله همين اكثر. وهسه راح احولها لمرتضى ارجع له اياه يكملنا بالبرنامج. زين، هسه ورا كل هذا الحكي وايكيغاي شنو هسه شو نسوي؟ احنا يابا جينا هنا نريد نعرف شو نسوي ورا السادس، كل شيء ما افتهمنا. وحقكم اعرف انه احنا بدنا نحكي باشياء شويه غامضه وهيك واسعه،
فنحب همين نفكر بخيارات تكون كلش كونكريت. يعني شنو كونكريت؟ يعني واضحه او ملموسه، انه مو بس حكي هيك عام. وهاي الخيارات مو نقول انه لازم انت هيك تسوي، هذه مجرد خيارات متوفره او مسارات ناس سلكوها قبلنا وقدروا يلقون بيها سعاده، قدروا يلقون بيها قيمه من الحياه مالتهم بيها. فممكن هاي الناس حققت الايكيغاي مالتهم من خلال هذين الاشياء اللي راح نشاركها. فهي هاي راح تكون القصص اللي نسمعها من متحدثين اليوم. فواحده من الخيارات، او اذا نريد نقول الخيار الاول اللي متوفر اكثر شيء هسه، شنو واضح من واحد يتخرج من السادس شو يسوي؟ وين يروح؟ طبيه، كليه، شنو؟ كليه او يشتغل على يشتغل على شنو؟ حلمه. اوكي. شنو يعني اكثر شيء ناس من يطلعون من السادس هو قلتوها يسوون طبيه او يروحون فد كليه؟ اي شنو تقول؟ يشتغل قدام الجامعه. هاي هم خيار متوفر اخر. اوكي، حلوه هاي الفكره مال يكتشف نفسه. وهمينا هي هاي فتره كل زين الواحد يسوي بيها هذا الاكتشاف. فانتم هواي منكم قال طبيه، يروح يشتغل، يفتح مشروع الخاص، يحقق اهدافه، يروح معهد، يروح يدور منحه، كل هاي اشياء يعني عقلنا يفكر انه اي خلي اسوي شيء، خلي اسوي شيء. بس انا اريد اقول لكم هم واحده من الخيارات اللي موجوده انه كل شيء ما تسوي ببساطه، تقعد تاخذ سنه كل شيء ما تسوي بيها. فراح اشارككم عن هذا الفكره والمفهوم اللي هو اسمه جاب يير. من يسمع بالجاب يير؟ اوكي، احد يحب يشرح لنا شنو الجاب يير من رفعوا ايدهم؟ اي يقول. هي عباره عن سنه تاخذها تكتشف بيها نفسك واهتماماتك اكثر، ورا هاي السنه تاخذ اختصاصك احسن. اوكي بالضبط. فهي هاي مثل ما كانت تحكي نبأ انه الجاب يير هي حرفيا ترجمتها جاب هي مثلا مسافه او فراغ، ويير هي سنه. فيعني تاخذ سنه فراغ او ترك او شاغر تروح تجرب بيها اشياء مختلفه، تسوي بيها تجارب، تسوي بيها مغامرات، وتحاول تتعرف على الاشياء اللي انت فعلا تحبها، تستكشف هذا الايكيغاي مالتك وتلقيها بهاي الفتره. الشيء المميز هواي ناس يسوون الجاب يير بهاي الفتره مال بين الاعداديه والجامعه، لانه هي هاي يمكن اكثر فتره احنا مستعدين نجازف بيها وماكو علينا هواي ضغوطات. يعني عاده الناس ما يكون عندهم عائله دا يعيشوهم او عنده اطفال او عنده مسؤوليات كبيره، فيقدر يجازف ويجرب بدون ما تنقلب الدنيا عليه. هو ضمن يعني بعده عايش ويا اهله، وما راح يصير فد نتائج كلش. اذا فشلت التجربه مالته او المحاولات اللي خاضها بهاي الفتره ما راح يضيع شيء كبير من عنده. فلذلك هاي فتره ما بين الاعداديه والجامعه هي اكثر وقت يسوون به الناس. بس هو الجاب يير واحد يقدر ياخذه باي وقت من حياته. اكو ناس بالاربعينات بالخمسينات مالتهم ياخذون جاب يير. نوعا ما اني هسه دا احاول همينه اخذ لي فد جاب يير بالفتره اللي فاتت، وهمينه اجرب بيها واستكشف اشياء مختلفه. فانتم بهذا الوقت اللي بيه وقت كلش مناسب انه تجربون هاي كتجربه. مثل ما قلت انا ما اقول كلكم روحوا للبيت وقولوا لاهلكم راح اخذ جاب يير، بس هاي وحده من الخيارات اللي ممكن تكون متوفره لكم. راح اشارككم قصه شخص اخذ جاب يير. هو شخص مشهور هسه صار، اسمه جاك. تعرفوا جاك؟ جاك هذا شخص بالعمر الهمينه 18. شوفوا هنا بسنه، شوف الموعد مال الفيديو ما واضح، هو 2011 نزل فيديو على اليوتيوب اسمه ماي فيرست يوتيوب فيديو. هذا تقدرون تطلعوه، هو مكتوب ماي فيرست يوتيوب فيديو. قرر ياخذ جاب يير ويسوي فيديوهات، ما ادري كل اسبوع يمكن ينشر فيديو على اليوتيوب او هيك شيء. وقال اريد اجرب انا هسه بين المدرسه والجامعه، ما ادري وش اريد ادرس بالجامعه، خله اجرب اسوي فيديوهات. وبدا ينزل فيديوهات هيك، حتى فيديوهاته ما تدري ايش زي يسوي. هو قاعد هيك يقعد قدام الكاميرا ما يعرف يحكي، وهيك يتمضحك ويتمقلج. وبدا ينشر فيديو كل اسبوع، كل ما تشقد يوثق يومياته. بعد ما يدري ما عنده قضيه معينه دا يحكي بيها، ما عنده فد مساله، وجرب انه يسوي فيديوهات لمده سنه. جاك هسه وراها، هذا هو ورا كم سنه رايح هنا بفد ايفنت دا يتحدث عن صناعه الافلام والفيديوهات. بعدين صار متحدث بمؤتمرات عن التغير المناخي، وصار صانع افلام. هسه جاك هو من هاي الجاب يير مالته، مشروع الجاب يير مالته اللي هو كان لمده سنه واحده، صار له لحد الان ايش قد 12 سنه هو بعده بهاي الجاب يير مالته والفتره مال دا اسوي فيديوهات.
فهاي القصه انا دائما تلهمني من همي انا اشوفها، انه شخص راح يجرب قال خله اشوف شو يصير، ايش يطلع بيدي، خله اسوي فيديوهات. وهو هسه يسوي فيديوهات عن البيئه والتغير المناخي، ويطلع يتحدث بمؤتمرات عالميه ويوعي الناس عن هاي القضيه. فهاي قصه يعني ناخذها، مو كنا راح نصير مثل جاك، ولا كنا راح نروح نسوي فيديوهات على اليوتيوب، ولا هو الشيء الوحيد اللي نقدر نسويه بالجاب يير انه نسوي فيديوهات. اكو هوايه اشياء اخرى ممكن نسويها. بعض الافكار اللي ممكن تستكشفوها اذا حبيتوا تاخذون جاب يير، هاي يعني هيك مجرد انا اذا اشمر افكار هن مو بالضروره ابدا هي كل الافكار المتواجده، بس ببساطه اذا تروح على جوجل تكتب جاب يير ايدياز راح تلقون ملايين النتائج تطلع لكم. اكو مؤسسات ومنظمات وشركات ومعاهد هي اصلا تساعد الناس ياخذون جاب يير وتنظمها لهم وتعطيهم مثلا منحه وتعطيهم شيء. اكو ناس كاتبين بلوجز كلش هوايه ومسوين فيديوهات كلش هوايه عن الجاب يير مالتهم وشنو سووا بيها وشنو تعلموا بيها. هواي ناس يروحون يسافرون بهاي فتره الجاب يير، بس مو شرط انتم تقررون تسوون هذا الشيء. اشياء اخرى ممكن تسووها انه اقول اروح بالبايسكل من بغداد الى اسطنبول. انا سويت العكس مال هاي، جيت من تركيا لبغداد بالبايسكل، وهاي واحده من الاشياء اللي بهاي السنه اللي فاتت اللي انا دا استكشف واجرب، قررت اخذ لي جاب يير واروح اسافر بالبايسكل. فبعض الاشياء هاي عاده ما نقدر نسويها من احنا نكون ملتزمين بدوام، سواء دوام مدرسه او دوام بشركه، بس من ناخذ هاي الفتره ترك نقدر نسوي اشياء غريبه واشياء جديده هيجي. شيء ثاني منه هسه اروح اتطوع ويا منظمه خيريه مال اللاجئين او اي قضيه اخرى انا مهتم بيها. اروح اتعلم لغه جديده، اتعلم اسباني او اي لغه اخرى، اتعلم ياباني، اتعلم عن الايكيغاي اكثر. او مثلا اروح اعيش بمزارع واسوي اتطوع ويا مزارعين. هذا اكون نظام عالمي اسمه ووف WWOOF، تقدرون هم تبحثون عنه وتروحون تعيشون ويا مزارعين باي دوله بالعالم، وهم يوفروا لكم سكن واكل ويجوز حتى يعطوكم فلوس وتساعدوهم تزرعون وياهم وتسوون وياهم باعمالهم اليوميه. هذا همينه فد خيار مشهور هواي ناس يسووه بالجاب يير مالتهم، يروحون يجربون هاي مثل ما قلت هي مجرد افكار، او مثلا اطلق مبادره او مشروع جديد اجرب اشتغل على شركه خاصه او فد مبادره خيريه انا مهتم بيها. اكو خيارات غير منتهيه او اشياء غير منتهيه من المواضيع هذه اللي دا اشاركها لمجرد هيك خلال دقيقتين وانا فكرت قلت شنو ممكن يسوي، قاعد اكتبهن ذني. بس العالم هيك كلش مفتوح وواسع بالاشياء اللي ممكن تسووها بهذه مرحله الجاب يير. خيار اخر ممكن تستكشفوه انه تقدمون على منحه او ابحث عن منحه او طريقه ادرس بها برا العراق. فهذا الشيء هواي ناس تتمناه وتطمح اليه، انه اريد ادرس برا، اريد اخذ منحه. ويمكن هاي وحده من الاحلام يعني موازيه، انه انا ورا الجامعه ورا هذا اروح اصير طبيه تنافس هاي الشغله، انه انا اروح منحه وادرس في الدوله. فنقدر نسوي ساعات طويله نسولف عن المنحه وشلون تحصل منحه شنو الاجراءات وشنو احسن شيء تسووه. اكو كومه محتوى على الانترنت يسولف لك انه شلون تحصل منحه. بس اليوم حاب نسمع من احد ضيوفنا اللي هو شخص جمع بين الفكرتين اللي قلتها قبل شويه، بين موضوع المنحه وبين موضوع الجاب يير. ما راح احكي لكم هواي عن قصته، خليه هو يسولف عنها. فجميل اليوم جاي ويانا يسولف لنا عن تجربته. جميل. مرحبا، شكرا لكل اللي اجى اليوم حتى يسمع حكي مجتبى مرتضى وحكي اليوم. انا جميل، ولد من بغداد العراق. اذا اعطي خلفيه بسيطه عن حياتي او باك جراوند، فطفولتي اغلبها قضيتها العب فيديو جيمز، سواء كانت ريد اليرت، سواء كانت ماينكرافت، فورتنايت، غيرها هواي منكم جزء لاعبيها. واللي ساعدني هوايه انه اتعلم واحسن من الانجليزيه مالتي. فكنت شو كلمه اشوفها باي لعبه اروح لاهلي اقول لهم شنو هاي، شنو معناتها. كانوا يقدرون يساعدوني بالكلمات البيسك، بس بعدين اجت كلمات شويه معقده اكثر، اضطريت اروح الجوجل ترانزليت على مودها. بديت اتفاعل ويا ناس، اكسب اصدقاء اونلاين عن طريق هاي الالعاب، واللي كلش ساعدني انه اقوي من اللغه مالتي. تقريبا من خلصت ثالث متوسط قلت اوكي، شلون اقدر اوظف هاي اللغه، وشلون اقدر اصلا اوظف الفراغ مالتي، لان كانت صايره العطله الصيفيه بفد شيء. فرحت للفيسبوك دا ادور على فرص مال العمل بالعراق، سواء يعني تدريب انترنشيب ببلاش او وظيفه بفلوس. فدا اقلب كان القى المحطه مسوين فورمه مال تدريب، زين انه تعالوا ندربكم وتصيرون متدربين ويانا على مختلف القطاعات. فانا قلت اوكي، قدمت على الاستماره.
دعيت لمقابله وتفاجئوا الشباب بالمحطه، هي البنايه الاداريه هنا بساحه عقبه، مؤسسه لدعم رواد الاعمال. شو شافوا واحد ثالث متوسط زين جاي مقابلهم دا يريد يقابل ويحصل على فرصه تدريب، وهو كان تدريب للخريجين الجدد مال الجامعات مو للطلاب يعني. فشافوني سوينا المقابله هاي، صارت التجربه وشو طلعت زين يعني كنت فاميليار وكنت اعرف بالمفاهيم الرئيسيه اللي غادوني انه اعرفها. فانضميت للمحطه كمتدرب على السوشيال ميديا. المحطه كمؤسسه هي دورها انه تقابل رواد الاعمال العراقيين او اصحاب المشاريع العراقيين، شلون بدأوا مشاريعهم، شلون نموا منها. هواي من المشاريع اليوم اللي تشوفوها مثلا كريم، بلي، مسواق وغيرها من التطبيقات كان جزء كبير من بدايتها ونموها هو المحطة. فقدرت عن طريق هذا اتعرف على هواي من رواد الاعمال ذولا، اقابلهم، اسمع قصصهم واتعرف على شلون بدأوا مشاريعهم. وهالشيء كلش غرس بي حب للانتربرنورشيب او رياده الاعمال، اطلاق المشاريع، تكوين افكار، تحويل افكار الى حقيقه، وتاسيس تطبيقات اليوم كلنا نستعملها. طلعت من المحطه، انضميت لفريق روكت انترنت اللي هي الشركه المالكه لبلي العراق اليوم التطبيق اذا مستعملين مال تاكسي. كنت الشخص المسؤول على التسويق مال التطبيق. اذا شايفين الاعلانات على الفيسبوك او الانستغرام او اليوتيوب، هوايه منها كان جزء من شغلي وكتابتي وببلشنج مالتي. هالتجربتين كلش خلتني احب مفهوم رياده الاعمال ورياده الاعمال التكنولوجيه. ومن وصلت للسادس اعدادي قلت انه اوكي شلون اقدر اوظفها بشكل يساعدني على الحصول على قبول من جامعه. ومن فكرت بالجامعه كان اول شيء يجي ببالي هو انه اقدم على الجامعات بامريكا. فكانت عندي هاي التجربتين بالمحطه وببلي بروكت انترنت، واني دا اشتغل كموظف عندهم. قلت اوكي خل اوظفها، عندي هذا السي في، اقدر اكتب انجليزي زين. اخذت الاس اي تي اللي هو نقدر نقول فشي مشابه للبكالوريا مالتنا بالعراق بس نسخه امريكا. اخذت همين التوفل اللي هو اختبار مال اللغه. سويت ابلكيشن مالتي، يعني فورمه مليتها لهوايه من الجامعات دزيتها، تقريبا 30 جامعه بامريكا قدمت عليها، واحده منها قبلتني وانطتني منحه كامله للدراسه، لدراسه رياده الاعمال بيسكلي الانتربرنورشيب. فاجتني هاي الفرصه وعرضتها لاهلي. كانت جامعه بخوش مدينه بخوش ولايه، فشي مرتب، ما ادفع اي فلوس، كل تكاليفي مكفره. فصفنت، قلت هل راح اخذ هاي الفرصه لو يعني اعوف وافكر بغير شيء. ذاك الوقت انا كنت مسوي شغله على السايد، فاتح مشروع على السايد اللي هو برنامج بودكاست، يعني برنامج صوتي ومرئي يبث على كل القنوات اونلاين اللي هي اليوتيوب والانستغرام والفيسبوك. يجوز جزء منكم سامعين به، اسمه تجارب. هالبرنامج اقابل برواد الاعمال العراقيين، اسمع قصصهم وشلون بدأوا مشاريعهم. ما ادري اذا اسميها قصص نجاح مال رواد الاعمال العراقيين، بس هواي يعتبروها قصص نجاح. فهذا تقريبا انا بالخامس اعدادي كنت فاتحه البرنامج للونسه، ما كنت فعلا متامل منه انه اطلع فلوس او شيء، بس كان هيك سايد بروجكت ويونسني. بديت بيه وظليت لحد السادس اعدادي مكمل بيه. ومن حصلت القبول مال الجامعه مالتي هم كنت دا اشتغل عليه زين. كنت كل اسبوع مثلا اقضي لي 5 ساعات اكون بالاستوديو اللي نصور بيه هاي الحلقات المقابلات اللي اسويها، وتقدر تعتبره بارت تايم جوب، كان اقل اصلا من بارت تايم، مو بارت تايم. فكان اكو مفترق طرق بالنسبه لي، لو اخذ العرض الكلش لطيف كلش حلو من جامعه مرتبه بامريكا وادرس هناك واعيش اكمل حياتي هناك، لو ارفض هالعرض واكمل اشتغل على البرنامج اللي دا اشتغل عليه، واللي لحظه مفترق الطرق هاي كان دين بشكل سريع كلش. كانت تجينا عروض لرعايه، كانت تجينا عروض للشراكه، كانت تجينا عروض انه نطلع على التلفزيون العراقي والراديو كذلك. فقلت شلون اقدر اختار قرار راح اخذ به مخاطره بس ما اتندم عليه مستقبلا. اذا رحت لامريكا صح راح اروح وصح راح يكون عندي كاريره او مسيره مهنيه لطيفه، بس دائما راح ارجع اقول لو مكمل بهذا البرنامج او لو مكمل بهذا المشروع مالتي شنت راح اقدر اوصل. ما ردت انه اظل اعيش طول عمري بهذا الندم زين، او انه اقول what could have happened او شنو كان ممكن يصير لو اني باقي بالعراق. فاخذت جاب يير زين، اخذت سنه
ما يعني درست بيها، ما سويت بيها شيء، وبس اغلبيتها راحت على الشغل على هذا البرنامج البودكاست. واللي انا كلش فرحان انه اخذتها بالمناسبه. مو بس لان قدرت الشغل على المشروع اللي كان ببالي من كنت بالخامس اعدادي، بس هم اللي انطتني وقت استكشف هوايه من الشغلات، اتعرف على هوايه من الناس اللي ما كنت راح اتعرف عليهم، مثل مرتضى واللي سويت حلقه وياه، لو ما ماخذ هاي الجاب يير ما كنت راح اقدر اسويها. وغيرها من التجارب اللي مريت بيها اللي وسعت من مداركي، وسعت من الافكار ووجهات النظر مالتي كشخص. هواي من الناس من الباك جراوندز، الاعراق، الديانات، الدول اللي انا ما كنت متصورها، قدرت انه التقي بيها بس لان كان عندي وقت، ما كان وقتي كله منغمس بالدراسه. سويت هذا الشيء وهم اشتغلت على البودكاست. اليوم احنا وصلنا لخوش مستوى من الريتش، من الستاتستكس على السوشيال ميديا، وفرحان بالشيء اللي وصلت له اليوم. اللي راح اسويه ورا هذا الجاب يير لحد الان ما معلوم صراحه. لو راح اقدم على جامعات مره ثانيه، لو راح ارجع على الجامعه نفسها اللي اعطتني منحه واقدم عليها، لو واللي دا اشوفه هسه اليوم كلش ممكن وكلش محتمل انه اركز على المشروع اللي دا اشتغل عليه اليوم، لان اثبت اليوم جدوته ماديا ومعنويا بالنسبه لي. يعني اليوم اقدر اكمل على هذا المشروع ويكون هو هذا شغلي الرئيسي وحياتي اعيشها بشكل طبيعي وحلو اصلا. فلو ما ماخذ هاي الجاب يير ما اتصور كنت راح اوصل هاي المرحله. بس بنفس الوقت اعرف منكم هوايه جايين حتى يسمعون شلون مثلا حصلت هاي المنحه وبشكل مفصل اكثر. وعمليه شويه هي معقده، بس حتى ابسطها لهوايه من اللي يسمعوني هسه، اكو شغلتين يجوز بس اريد ابقيها ببال كل واحد يريد يحصل منحه، سواء بامريكا، بريطانيا، ولا بريطانيا ما تعطي منح، بس اوروبا وغيرها. اللي هي اولا القى شيء اختصاص معين. بحالتي هذا كان رياده الاعمال، بحالتي هذا كان الانتربرنور شيب، تاسيس المشاريع. هذا كان الشيء اللي اني شويه متميز به على اقراني من طلاب ومن متقدمين من اي دوله بالعالم دي يقدمون على هاي الجامعه. فالقى شيء واحد وتخصص به وكون زين به، كون من احسن مثلا 10 بالعراق به. صح شكلها صعبه كطالب سادس او خامس او سته تقول شلون اصير من احسن 10 بالعراق بشيء معين، بس تقدر. اليوم بالعراق اكو هواي شغلات ومجالات ما ماخذين، ما مستغليها كفايه احنا، زين؟ ما اعرف هواي ناس هنا دي يشتغلون مثلا بالسايبر سيكيورتي، اوكي، الامن السيبراني. ما اعرف هوايه مبرمجين مواقع زينين، كلش زينين يعتبرون. ما اعرف هوايه performance ماركترز، مسوقين زينين بالعراق. فاذا تختص بشغله وتكون زين بيها، هي هاي راح تقدمها للجامعه، والجامعه راح تقول واو انت من احسن الناس بالعراق ومن احسن الناس ممكن تكون مستقبلا بالعالم، فخلينا نقبلك، لان بعدين ليتر اون راح نقول انه هذا من مثلا احسن 5 مبرمجين امن سيبراني بالعالم ومتخرج من جامعتنا. فإلهم هذا شيء مقنع، هذا عرض مقنع. فصير زين بشغله واحده، لا توزع بيضاتك على كذا سله، حطها كلها بسله واحده بمجال واحد. ثاني شيء القى اصدقاء وياك بهاي العمليه، زين؟ القى ناس يشاركوك بعمليه التقديم على الجامعات هاي. مجتمع مثلا، واكو هواي جروبات مختصه بهذا الشيء. واحد منها تسويه بنيه اسمها ريهام العاني، اوكي، هي طالبه UWC بمدرسه برا العراق، واختصاصها هو اليوم انه تقدم على جامعات برا او تساعد الناس انه يقدموا على جامعات برا. اليوم من تحكي ويا اي واحد بالشارع وتصعد ويا تاكسي وتسولف وياه وتقول له والله انا اقدم على جامعه بامريكا، ما اتصور راح ياخذك بشكل جدي، زين؟ حتى اهلك من تروح لهم وتقول لهم والله انا اريد اقدم على جامعه برا واحصل منحه كامله هناك، ما راح ياخذوك بشكل جدي، راح يقولوا لك طلع 99.86 وروح طب بغداد. وهذا الشيء معقول لان ماكو هواي من الناس مروا بهاي التجربه، وماكو هواي من الناس قدموا على جامعات برا. فلازم تحتك وتكون بتواصل مستمر ويا ناس قدموا على جامعات برا بشكل يومي، بشكل اسبوعي، ما اعرف، زين؟ هم يشوفوك الابلكيشن مالتهم، انت تشوفهم الابلكيشن مالتك، يراووك الريكومنديشنز اللي صارت، شنو السي في مالتهم، وتقارن ويساعدوك، كلش يساعدك هذا الشيء. اكو من المنظمات اللي انا كنت مشارك بها وساعدتني انه احصل هاي المنحه، فشيء اسمه SYE Syrian Youth Empowerment، تمكين الشباب السوري والعراقي، ضافوها بالجديد للعراقيين صارت همينه. منظمه كامله مخصصه حتى تساعد طلاب السادس او خريجين السادس الجدد انه يقدمون على جامعات برا. انصح كل واحد انه يقدم على هاي المنظمه، يقدم الابلكيشن مالته، واذا انقبل بيها خير على خير، واذا ما انقبل بيها فعلى الاقل يحتك ويا ناس منقبلين بيها، او يحتك ويا ناس يعرفهم يقدمون على جامعات بامريكا او غير دول اكيد. ذني الشغلتين جزء ابقيهم ببالي.
هذا اللي اقدر اقوله على المنحه. انا هسه كلش متونس بالجابير اللي دا اخذها زين. اتصور كنت كلش خايف قبل ما اخذها انه اخذها اقول ايش راح يصير شنو مستقبلي، بس هسه دا افكر باي سيناريو يصير انا فرحان وراضي صراحه، لان سويته بهالجابير فشي انا كلش فرحان ومفتخر به. شكرا مرتضى. شكرا هوايه جميل على هاي القصه مالتك. صراحه قصه يعني شويه ملهمه، شويه شنو controversial، مثيره للجدل، انه واحد يعوف هيك شيء يبدو ثمين والناس مستقتله عليه انه عنده فرصه يدرس برا، وهو هسه باقي هنا دا يشتغل على هذا المشروع. وبتحمس اشوف شنو راح تكون نتائج ما بعد الجاب يير وياك، وشنو القصص. راد نسوي مقابله وياك على تجارب، نشوف عن التجارب مالتك بهاي الفتره. اوكي زين، هسه تقولون اوكي افتهمت اقتنعت راح اسافر وراح اخذ جاب يير راح اخذ استراحه، بس اكيد يعني هاي لازم بالاخير يكون عندي شهاده اني صحيح؟ يعني شلون واحد لازم بالاخير يكون عندك شهاده حتى تكون انسان محترم ومرتب؟ فيعني بدون شهاده ما تفيد. هاي الحكي كله همينه، يعني بالاخير احنا هيبتنا بالمايك وبالشهاده. خلي شويه اسولف لكم عن الشهاده. يعني عندي هوايه مشاكل ويا الشهاده. هاي شهاده انا هسه سويت درست بشهاده وحصلت على امتياز في جميع انواع. هاي الشهاده سويتها بالكانفا، سيف يعرف هواي بالكانفا وعلمني، وشهاده من المدير ماجد المهندس وسعد الحلي موقع عليها. هاي الشهادات هواي ناس مثلا نسوي برنامج والناس يقولون والله اذا ما بي شهاده ما اقدر اجي ادخل وياكم، ويريدون الشهاده حتى يثبتون انه كملوا هذا البرنامج. بس احب اقول لكم الشهاده ما تعني اي شيء، خصوصا بالوقت اللي احنا بيه، وخصوصا هذه الشهايد اللي هي اي واحد يقدر هسه يسوي مئات الشهايد لنفسه، وما تعكس مدى المعرفه والمهاره اللي اكتسبها هذا الشخص. هسه اذا ناخذ كورسات كوما على منصات، خصوصا منصات الاونلاين، تعطيك شهادات هيك بشلون ما كان، تحط اي اسم يعجبك تحطه بالشهاده، تحط اي مهارات انت مسويها. فاكيد طبعا اكو شهادات رصينه اكثر، مثل اذا تروح تدرس بجامعه ودرست 4 سنين، لو سويت بحث، لو ما اعرف شنو، فهذه شهاده تكون بجوز محترمه اكثر. بس بالوقت اللي احنا بيه المهاره اهم من المعرفه، والشهاده عاده تعكس مجموعه من المعلومات اللي انت جمعتها. فالمعلومات وحدها ما تكفي انه انت تكون مثمر ومنتج بالمجتمع. والشهادات هوايه من المرات ما يعكسن المهارات الحقيقيه للناس. انت من تعبر الامتحان انه معناته عرفت مجموعه معلومات وحفظت انه رحت كتبت بالامتحان وجاوبت وحصلت درجه، خصوصا بالانظمه التعليميه القديمه اللي هي مثل انظمتنا هنا. فبالحقيقه هوايه ناس عندهم شهادات، مو شهاده واحده، عندهم شهادات من دكتوراه هم، يعني مو بس شهاده مال كورسيرا وشهاده مال اونلاين، بس هو تحطه امام حاسبه. اكو هوايه ناس عنده دكتوراه بالبرمجه، دكتوراه بعلوم الحاسوب، وتحطه قدام اشياء تتطلب مهارات تطبيقيه، هو ما يكون عنده معرفه. طبعا اعرف انه مو دائما اللي عنده دكتوراه معناته هو يعرف يبرمج، اعرف انه هوايه من اكو مجالات هي نظريه وما بها تطبيق، بس القصد انه هذا فقط انه العنوان الشهاده والاحرف اللي تحطها بعد اسمك مال بي اتش دي لو مال ام دي لو مال مدري شنو، هذني مو شرط يعكسن المهاره الحقيقيه اللي انت متمكن منها. واليوم احب اشارككم قصه واحد من اصدقائنا ابراهيم زراري اليوم ويانا، يحكي لنا عن تجربته كشخص صار لك كثير تشتغل ابراهيم 10 سنين صار له يشتغل بالقطاع الخاص بدون شهاده او بدون شهاده كليه او جامعه خلينا نقول. فابراهيم تعال انت سولف، انا ما راح احاول اخذ هوايه من القصه مالتك وشنو الخيارات اللي سويتها بمسيرتك. مرحبا شباب. طبعا هنا اول شيء راح احط لكم ديسكليمر كلش عريض اللي هو تنبيه بانه الشيء اللي راح احكيه مو ممكن يكون هو ينطبق عليكم كلياتكم. يعني الشهاده الجامعيه هي مو اللي راح تكون بالنسبه لكم هي فد شيء مو مفيد، اكو ناس لا بالنسبه لهم الشهاده الجامعيه هي شيء كلش مفيد، اذا يريدون يختصون باختصاصات تتطلب بانه هو ياخذ شهاده جامعيه. فخلي احكي لكم شويه على قصتي. اني بال 2011 كنت طالب خامس، يعني طالب خامس على سادس رايح،
بالعطله الصيفيه، وكان التفكير مثل كل باقي الناس بانه اني بس اتخرج من السادس اما اروح ادخل هندسه او طب او اريد اصير مهندس او طبيب. تفكير العراقي واللي الاهل كليته يشجعون عليه بان احنا نصير مهندسين او اطباء. بس خلال هاي الفتره انقبلت على برنامج تبادل بامريكا اللي هو الايلب، اتوقع بان هواي من عندكم يعرفون شنو هذا البرنامج. فرحت، فهناك خلال البرنامج اكتشفت بانه اني هذا التفكير مالتي اللي دا افكره بان اني اريد اصير مهندس او طبيب هو ما يعكس الشيء اللي اني صدق اريد اسويه، وانما هذه بس مهنه والناس كلها تعرفها والناس كلها تعرف بانها ممكن بسهوله تجيب من عندها فلوس، فلذلك يروحون لهاي المهنه حتى اذا هم الشيء ما يحبوه. فهنا قررت مثل جميل ورا السادس اخذ جاب يير، وبهاي الجاب يير حاولت بانه اني ادور على الشيء الباشن اللي اني صدق اريد الشيء اللي اريد اسويه. وهمي انا حاولت بنفس الوقت بانه اقدم على جامعات خارج العراق، بس للاسف ما توفقت بانه اني احصل على منحه خارج العراق. هذا الشيء طبعا كلش هوايه احبطني وكلش هوايه خلاني بانه اني اعيد التفكير، اوكي هل ارجع للدراسه بالعراق من جديد واقدم على جامعه بداخل العراق او لا؟ فورا ما فكرت كل شويه قلت اني شنو الشيء اللي صدق اني عندي باشن به. مثل ما كان يحكي مرتضى على الايكيغاي، انا كان عندي كل شويه باشن باللغه الانجليزيه وكنت كل شويه احب اللغه الانجليزيه، فقلت ليش ما اني هذا الباشن مالتي باللغه احاول اترجمه واسويه الى مهنه الي. فهنا خلال هاي الفتره قمت اتواصل ويا كل هوايه ناس، وقمت اشوف بانه الناس اللي يشتغلون ترجمه بالعراق شلون يسوون ترجمه، فبديت اشتغل كفريلانس ترانزليتر. قمت اشتغل الشركات وقمت اشتغل الاشخاص يحتاجون بانه شخص يسوي لهم ترجمه، وقمت اسوي لهم الترجمه مالتهم. وهذا الشيء استمر وياي تقريبا الى حد سنه 2013. ال 2013 هي همينه كانت نقطه تحول بالنسبه لي، لانه تعرفت على ناس وتعرفت على اشخاص دا يسوون فد بروجرام اسمه ستارت اب ويكند. ستارت اب ويكند هو حدث لمده 3 ايام يجمع اشخاص ويعرفهم على رياده الاعمال، يعرفهم بانه شنو ممكن يسووه برياده الاعمال، شلون تقدر تفتح البزنس مالتك، شنو هي الشغلات اللي حاليا يتطلبها السوق كمهارات وكاشخاص يحبون بانهم يشتغلون على شغلات معينه. فهنا همي انا توسع التفكير مالتي وقدرت بان اعرف بان اكو شغلات اني ما اعرف بيها قبل، وممكن هاي الشغلات القى فد باشن بيها وممكن اسوي مهنه من عندها. فقمت اتعرف على ذول الاشخاص اكثر، قمت ادخل بالكوميونتي مال ستارت اب ويكند، صرت الاورجنايزر مال ستارت اب ويكند بال 2014، وقمت اطور بنفسي بهوايه شغلات لها علاقه بالديتا اناليسز، شغلات لها علاقه بالديجيتال ماركتينج والبرفورمانس ماركتينج، قمت اطور نفسي بشغلات لها علاقه بالليدرشيب، بالببليك سبيكينج. هاي الشغلات كلها السكيلز اللي هي خلينا نقول اساسيه للواحد بانه هو ياخذ اي شغل. هسه اذا انت مو زين بالببليك سبيكينج او مو زين باللغه الانجليزيه او بالبروبلم سولفينج، هوايه مكانات حتى اذا انت عندك شهاده كل الزينه ما راح يقبلوك بهذا المكان، لانه انت ما تعرف تفكر بالطريقه الصحيحه، ما تعرف تحل المشاكل. فخلال هاي الفتره انا بال 2017 قدرت بانه احسن من مهاراتي هاي كليتها، الى ان ما بديت اشتغل وكنت مهتم كل شويه بالبرمجه، بس انا ما كنت كلش اريد اصير مبرمج. فبال 2017 بديت اشتغل ويا ستارت اب. هذا الستارت اب هو مجموعه من المبرمجين يسوون مواقع ويسوون تطبيقات، اسمهم D3. استمريت وياهم لمده سنه كامله. خلال هاي السنه قدرت اتعرف اكثر على الكوميونتي مال المبرمجين، الكوميونتي مال الديزاينرز، وقدرت بانه اني همي انا اكون علاقات كلش هوايه بهذا الكوميونتي مال الديزاينرز ومال البروجرامرز. قررت بانه بدايه 2018 همي انا اخذ جاب يير ثانيه، لانه همي انا اجاني هذا التفكير بانه اني اريد اكمل بهذا الاسم بهذه الباث اللي انا اخذته، لو ما اريد اكمل بهذا الباث اللي اخذته، بانه اني اشتغل ويا شركه واجيب لهم بس كلاينتس وهم يسوون البرمجه ويسوون التصاميم المواقع. خلال هاي الجاب يير رجعت للدراسه، بس ما رجعت للدراسه يعني خلينا نقول التيبيكال ميثود او اللي اسمها او الطريقه الاعتياديه اللي كل احنا ناخذها، بان احنا ندرس بجامعه او ندرس بمعاهد، وانما بديت اقدم على برامج. هاي البرامج تطور من السكيلز اللي انا كنت كلش باشنت بالنسبه لي، اللي هي رياده الاعمال، بزنس ديفلوبمنت، ماركتينج، وهاي الشغلات كلها. فقدرت خلال هاي السنه احصل على منحتين. المنحه الاولى
اشتغل اسمها كانت بالجامعه الامريكيه بالشارقه لمده 8 اشهر. تعلمنا كلش هوايه عن رياده الاعمال، تعلمنا عن عن الليدرشيب، عن الببليك بوليسي وهاي الشغلات كليتها. والمنحه الثانيه همين انا كانت بالسويد، منحه بالسويد اللي هي خلتنا همين نتعلم اكثر عن رياده الاعمال وعن وعن الببليك سبيكينج وعن الليدرشيب وعن ديزاين ثينكينج وهاي الشغلات اللي دائما احنا نسمعها برياده الاعمال. ف ورا ما خلصت هاي المنحتين، وانتم قلت لكم بالبدايه بان كنت احاول اقدم على منح وما قدرت احصلها، بس لانه قدرت اطور من السكيلز مالتي وقدرت اسوي نتورك كبيره من الناس اللي اعرفهم، قدرت احصل هاي المنح الاثنين. ورا ما خلصت قلت اوكي هسه أنا شنو اللي راح اسوي؟ هل اكو فد شيء اني هل اريد ابدي البزنس مالتي؟ هل اريد اني اسوي اروح اشتغل بشركه؟ فاجتني هنا بيوم من الايام كنت احكي واحد من اصدقائي وقال لي ابراهيم اكو فرصه عمل بكريم. اكيد كلكم تعرفون كريم، شركه مال نقل بالسيارات. فقال لي اكو فرصه عمل بداخل كريم، ليش ما تقدم عليها كماركتينج اكزيكتيف؟ فاني قلت له اوكي بس هم راح يقبلوني لانه هاي شركه يعني انترناشونال وشركه يعني تطلب ناس بان هم عندهم شهاده جامعيه وعندهم خبره كلش طويله بسوق العمل. قال لي شنو الخسران من عنده؟ روح قدم على الشغل وخلي نشوف. فاني قدمت، هذا الحكي كان بشهر 11 2018. قدمت على الشغل، مر شهر، مر شهرين، مر ثلاثه. طبعا انا بهذا الوقت ما كنت متوقف، يعني كنت اشتغل كفريلانسر كترانزليشن. رجعت مره اخرى اقدم خدماتي مال الترجمه كفريلانسر. مر شهر، شهرين، ثلاثه، ماكو جواب من عندهم، فايست من الموضوع. بالشهر الرابع دزوا لي ايميل، يابا تعال للشركه احنا نريد نسوي وياك مقابله. رحت سويت المقابله، بس قبل لا اروح اسوي المقابله درست كلش هوايه عن كريم، شنو هي كريم، شنو اللي يسووه، شنو الشغلات اللي محتاجيها بالرول اللي هم كانوا عالنيه كماركتينج اكزيكتيف. وانا كان كلش هوايه يعجبني الماركتينج، بس مثل ما تعرفون الماركتينج بجهتين، بالاوف لاين ماركتينج وبالديجيتال ماركتينج. فالديجيتال ماركتينج كان هو الباشن مالتي، بين انا كنت كلش احب الديجيتال ماركتينج والبرفورمانس ماركتينج. فقالوا لي اوكي هذا الرول له علاقه بالاوف لاين ماركتينج، فانت ار يو انترستد بهذا الاوف لاين ماركتينج؟ قلت اوكي خلي اخذ هاي التشانس، اروح اشتغل على الاوف لاين ماركتينج، وخلال هاي الفتره خلي اطور قدراتي بالديجيتال ماركتينج بالبرفورمانس ماركتينج، وممكن اني احصل فرصه بداخل كريم اشتغل بالديجيتال ماركتينج. وصدق خلال اول سنتين اشتغلت وياها بكريم قدرت كلش هواي اطور من القدرات مالتي، وبدون ما مثلا افوت على كورسيرا او هاي المواقع او اخذ شهادات، وانما اعتمدت على نفسي بانه هوايه اشخاص موجودين داخل الشركه اسهلهم انتم شلون تسوون هذا الشيء، شلون تشتغلون على هذا الشيء. فقدرت كل شويه اطور من هذه من السكيلز مالتي بالديجيتال ماركتينج. ومره من المرات المدير مال الشركه، مدير مال قسم الديجيتال ماركتينج، قال لي ابراهيم انت مو تحب الديجيتال ماركتينج؟ عندنا مكان شاغر نريدك انت تجي تحاول تشتغل به لمده 3 اشهر. فرحت هناك اشتغلت كل شويه على نفسي. ما كان الموضوع كلش سهل، كنت اقعد الساعات كلش طويله. يعني اذا الشخص اللي يشتغل وياي هو بروفيشنال بالديجيتال ماركتينج ممكن يخلص الشغله بساعه او ساعتين، كنت اني اقعد فتره كلش طويله حتى اخلصها. ممكن اشتغل ورا ساعات العمل، يعني مرات كانت توصل بين اني اشتغل الى حد ساعه ب3 الفجر 4 الفجر حتى اخلص الشغل، وحتى ما يقول علي هو المدير مال قسم الديجيتال ماركتينج بانه هذا مقصر بشغله، وانا ما كنت اخذ فتره اطول اسوي الشغل، بس المهم اخلص التاسكات اللي علي. مرت فتره قعدوا يختبروني كلش هوايه، واسمها وراها قدرت اني انتقل من التيم مال العراق بين اني اكون من التيم الجلوبال مال دبي، وقمت اشتغل على عده دول. قمت اشتغل على العراق، على الاردن، السعوديه، الامارات وباكستان، واللي هي من الدول اكبر الدول الموجوده بها كريم. فهنا كانت ظليت اشتغل وياهم لمده 2 سنين. بعدين وراها همي انا اجتني نقطه تحول بالنسبه لي. انا كلش هوايه احب الايكو سيستم العراقي مال الستارت ابس والبزنسز العراقيه، وكلش احب انه اكون انفولد بالايكو سيستم العراقي واساعد الايكو سيستم العراقي بانه هو يكبر شويه شويه. ففكرت قلت اني هل صدق اريد ابقى بشركه كبيره مثل كريم وما اطلع من كريم؟ فاجتني فرصه بانه اني انتقل من كريم واروح المسواق. ممكن تعرفون مسواق هي شركه اي كوميرس.
فهنا هي شلون صارت مثل خلينا نقول فول سيركل. انا بديت ويا الايكو سيستم العراقي ويا ستارت اب ويكند والسكيلز اللي اخذتها كلها من ستارت اب ويكند، وبعدين وراها انتقلت لكريم شركه جلوبال وشركه كبيره، هي ما تعتبر ستارت اب، تعتبر شركه كبيره، وبعدين رجعت للايكو سيستم بالستارت اب اللي هو مسواق. وهسه حاليا بمسواق بالسكيلز مالتي وبالخبرات اللي انا اكتسبتها خلال الفتره اللي راحت دا اقدر اساعدهم بانهم يسوون جروث بالبزنس مالتهم، البزنس ديسيجنز انا كليتها انفولف بيها، وكل هذا انا بدون ما اخذ شهاده جامعيه. هسه المورال اوف ذا ستوري مثل ما مرات يقولون كليتها الشهاده الجامعيه هي مهمه، مو فد شيء مو مهم، بس مرات اذا انت تريد تتخذ القرار بانه انت الشهاده الجامعيه مو الشيء الاساسي بالنسبه لك، والسكيلز اللي انت تريد تنميها بنفسك واللي تريد تشتغل بيها هي مو موجوده مثلا بالجامعات اللي بداخل العراق، او ما قدرت تحصل منها حتى تروح خارج العراق تدرس هذا الشيء، فاكو هوايه مكانات تقدر تتعلم من عندها اللي اسمها الشيء اللي انت تريد تتعلمه. اهم شيء عندك بانه انت تكون دائما باشنت على الشيء اللي انت تريد تتعلمه، انت دائما تكون مواظب على الشيء اللي تريد تسويه. يعني لا تتخيلون بانه هو الموضوع كلش سهل، الموضوع كلش صعب بانه انت ما تكون عندك شهاده جامعيه وتروح تدخل وتسوي هاي الشغلات كليتها، راح تاخذ من عندك ساعات طويله، لازم يكون عندكم ديديكيشن كلش عالي الموضوع. يعني هسه خلي احكي لكم بانه 3/4 المبرمجين الموجودين بالعراق هم اصلا ما عندهم شهادات بالبرمجه، بس هم كان عندهم باشن للبرمجه، كان عندهم ديديكيشن بانه يقضون ساعات كلش طويله حتى يتعلمون البرمجه وينمون السكيلز مالتهم بالبرمجه. فاذا انتم تردون تروحون بهذا الباث بانه انتم ما تروحون بالحياه الجامعيه وتدرسون بالجامعه، فاكو حتكون كل شويه مصاعب قدامكم، فانتم لازم تكونون كلش مستعدين بانه تواجهون هاي المصاعب. مو بس مصاعب بانه انت شنو الشغلات تتعلمها، تعرفون بانه الاهل والضغط مال الاهل بانه انت لازم تخلص جامعه وتاخذ شهاده جامعيه، وحتى هاي الشغله بانه انت اذا تريد تتزوج وبعدين تروح لهم اسمها اللي تريد تخطبها وما عندك شهاده جامعيه راح يرفضوك مباشره. فهاي كلش هوايه شغلات لازم انتم تكونوا ببالكم اذا انتم ما تريدون تدخلون جامعه، ولازم انتم تكونون كلش متاكدين بان هذا الباث انتم تريدون تسلكوه ويكون عندكم ديديكيشن وباشن لهذا الموضوع، لانه ما راح يكون كلش سهل. فهذا كل اللي اريد اشاركه وياكم. ما اعرف اذا مرتضى عنده سؤال او شيء. هو انا كلش استمتعت بحكيك، ودا اشوف انه هم تربطنا بالايكيغاي وهذا موضوع الباشن. انت هذا الايكيغاي او الباشن مالتك شلون توظفه بالخيارات مالتك من تغير مسار او من تتجه على فد شيء؟ شاركتنا مثلا عن شلون، ما ادري اذا شاركني لي هنا عن شلون تحولت من شغلك بكريم الى مسواق. تقدر هم تكنكه هذا بشلون الباشن مالتك اللي هو دا يدفعك؟ اكيد. يعني هسه هي قلت لكم الديجيتال ماركتينج كان او البرفورمانس ماركتينج كان فد شيء كلش هوايه يعني اريد اسويه، بس هو انا ما كنت كلش، يعني هو ما كان بالنسبه لي it adds value للمكان اللي انا اريد اد فاليو تو اللي هو الايكو سيستم العراقي. فهنا من انتقلت من كريم المسواق، مسواق هي شركه عراقيه او ستارت اب بالايكو سيستم العراقي، فهنا أنا قدرت اربط الباشن مالتي اللي هو الديجيتال ماركتينج والبرفورمانس ماركتينج والمهنه مالتي اللي انا اشتغل بها الديجيتال ماركتينج ويا الشيء اللي اريد اسمه خلينا نقول يساعد العالم. فاني هنا من جيت رجعت للايكو سيستم قدرت اساعد كلش هوايه ناس بالخبرات والشغلات اللي اني دا اسويها. فاكو فد شيء وهنا دائما يقولوا له بانه هو السيلف فولفيلمنت، بانه انت فد شيء يعني شلون يخليك سعيد. فاني هنا بكريم يعني وصلت لمرحله بانه اني مو سعيد بهذا المكان، لانه مدى صدق دا اشتغل بالايكو سيستم العراقي، مو المكان اللي انا صدق اريد اضيف فاليو به. فهذه هنا اقدر اربطها بانه اني الباشن مالتي اللي هو ديجيتال ماركتينج برفورمانس ماركتينج فد شيء اني زين به، هو كمهنه اقدر اطلع من عنده فلوس، وهم ات ذا سيم تايم هو مكان اني دا اسوي دا انطي فاليو به ودا اضيف فد فاليو كبيره لهذا المكان اللي انا موجود به. تمام، عشت ايدك ابراهيم، نشكرك كلش هوايه على مشاركتك هذه. اذا تتذكرون كنا نحكي انه الشيء اللي انت تحبه والشيء اللي انت زين به والاشياء اللي يحتاجها العالم، مثلا كان يحكي ابراهيم عن شنو يحتاج الايكو سيستم وشنو يحتاج الكوميونتي او المكان اللي هو عايش به. حس انه هو يحتاج يكون اكثر موجود بستارت اب محليه مو ستارت اب عالميه. والشيء اللي هو حبه الديجيتال ماركتينج، الشيء اللي هو زين به
والشيء اللي تقدر تحصل من عنده فلوس او تسترزق او تعيش من عنده. فكلش اشكرك ابراهيم انه ربطت هذني المحاور الاربعه ويا قصتك انت، وشلون هذا كان هو اللي يحركك ويوجهك. اوكي تمام، نرجع الى قصتنا. سمعنا من ابراهيم، وهسه نقول اوكي يابا افتهمنا، هسه اني اريد اسوي ايكيغاي، واريد اسوي اروح اعوفد الشهاده، وراح اروح اخذ جابي، وراح اتبهذل. زين واهلي شلون؟ منو قلتوا قليلين جابي؟ اكو اهل هنا ويانا؟ منو اهل؟ ما حدا اهل؟ اوكي زين، هاي حتى تاخذوه وتحكوا لاهلكم همين عن الاشياء اللي حكيناها اليوم، واحنا مسجلين الكلام هذا اذا ننشره وان شاء الله همين تشوفوها، يجوز ويا اهلكم تشوفوه مفيد. راح نسمع من قصه من مينا اللي هي كانت ورا الاعداديه راحت تدرس طب، وما راح احرق قصتها واخليها هي تسولف لكم اياها، وتشاركنا عن مسيرتها ويا هذا الموضوع الاهل ورغباتها الشخصيه ورغبات اهلها، وشلون هي وازنت او ما وازنت بين هذين الشغلتين، وشلون تعاملت وياهن. شلون؟ اوكي مينا تفضلي. اني اوكي ما احكي مايك. انا كنت قاعده ودا افكر انا شنو احكي، ودا ذكر هي صار كل شيء هواي سنين، وصفنت انه اني قصتي بدت من كنتوا انتوا صف ثاني ابتدائي. تلاحظون المقطع يعني، وان شاء الله من يجون جوالكم يسوون هذا السيشن على اغلبها حيجيبوني وبعد الوضع مستمر. اني بالضبط عكس زرري ما كمل جامعه، انا كملت 2. ليش؟ لانه ما قدرت اقنع اهلي. فبالبدايه قلت يمكن اجيب صبوره، قلت له سيف جيب لنا صبوره لانه الوضع طويل، يعني صار الوضع 11 سنه، بس حنحاول نحكيها شفهي، واذا ضعتوا عاد نجيب الصبوره. من كنت اني بالاعداديه كنت كلش احب الفنون وهالسوالف، يعني حالي حال كأي بنيه تقضي وقت بس ترسم. بس انا قلت اوكي لا بس ارسم ما حيجيب لي، فتحنا ايكيغاي اوكي انه ما حيجيب لي فلوس. فقلت اوكي معماري قريبه على هالحوالي، احنا نحب نرسم نروح معماري. وقنعت روحي بهالفكره، وشكو دوكيومنتري على التلفزيون كنت اتفرجه. وهم كنت بالايلب من كانت صف سادس اعدادي، الله اكبر من طلع المعدل مالتي طلعت السادس على العراق صف سادس. اي فهو يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، وما ادري فوائد قوم عند قوم مصائب. فاهلي قالوا لي انت يعني اكيد طبيه، انا كنت مسافره لهذا اقول انا كنت مسافره بالايض وانا هناك طلع معدلي. فاهلي خابروني قالوا لي القرايب ملتمه ومسوي زفه والدنيا محترقه، وجبنا لك الصدريه والسماعه وجهاز الضغط وكله. فقلت لحظه احنا متفقين ترى، يعني ادري هاي السوالف مال الاهل، بس قلت اهلي يعني بيهم مجال، هم طبعهم يجبرون على شيء. فقلت يعني ان شاء الله فد كم يوم ونعبر هاي المرحله. 11 سنه بعد الان. اي فاهلي ما عبروا هاي المرحله. احب اقول لكم. فاول سنه بالطبيه يعني هي بعدها بس يعني نفس السادس، هسه ما ادري قسم لكم طبون طبيه، نفس السادس بس بالانجليزي. كان الوضع سيء لانه ما بي رسم، يعني على الاقل بالاحياء كنا نرسم اجزاء الزهره ما ادري شنو، كل شيء ما عندنا اي رسم بالطبيه. ف ما خلصت صف اول رحت سالت بالعماده شلون احول بدون ما اقول اهلي، قلت خلي اجرب انه بلكي ترهم بطريقه تحويل، وبعدين يقولون يا ترى ما تحمل ما ادري شنو. ف بالعماده قالوا لي انت نجحتي من صف اول، اللي ينجح من صف اول ما له حق يعيد. اخوان ما ادري اذا القانون تغير، اذا تنجحون من صف اول وردوا غيروا رايكم ما تقدرون، فحاولوا قبلها او ترسمون نفسكم، اسالوا مجرب. زين وين وصلنا؟ خلاص صف اول، اي خلاص صف اول. وبديت يعني اقول لاهلي يابا بلكي نلقى واسطه، وبدا البكي واللطم وما ادري شنو.
ما رغمت، كملت صف ثاني، بصف ثاني خلصته نفس المشكله عادت التحول وما رغمت. فتالي قلت اوكي يعني عصينا هالعصيه هذه، فقلت هاي حخلصها اني، هاي الطبيه حتخلص مضطره. فكملت الطبيه، وهي هسه اني من احكيها، وهذا المج دا يشتغل ما دا يشتغل، من احكيها هسه يعني صحيح انا اقول هم اهلي اللي خلوني ادخل هاي الطبيه، اهلي جبروني، بس هي جزء كلش كبير من عندها كان الخوف مالتي. يعني اني يعني هسه من احكي ويا جهل خالي، لان تدرون كلها كبرت السوداء الطب كليات، من احكي وياهم هسه يعني هم ما يعرفون شنو يردون. فاني من يعني اقول اوكي ما يعرفون شنو يردون، يمكن حقه خالي يقول له ادخل طبيه، يعني هي طبيه حلوه مو ما حلوه، وهي اي اختصاص ثاني حتدخله هو كله حلو. يعني واحد انه يشتغل ويفتهم بشيء هو في شعور جدا جميل. بس اني الاختلاف كان اني ادري شنو اريد، اني يعني متاكده شنو الشيء اللي اريده، واني يعني نوعا ما زينه بالشيء اللي اني اريده. بس شنو كان عندي خوفه، كلش خايفه. يعني اني لازم اوقف قدام اهلي وقرايبي وكل الناس اعرفهم واقول لهم لا اني هذا الشيء هو اللي اريده، وادخل امتحن واكمل كليه، ويا فشلت الفشله ما القى تعيين لو ما القى فد شغل او هاي. فهذا الخوف من الفشل خلاني ادرس 6 سنين. يعني هسه افكر بيها يعني من كل عقلي اني درست كل 6 سنين لان انا خايفه. فانا كنت اتمنى لو واحد بس من اهلي من قرايبي لو مؤمن انه انا كان اقدر اسويها. فانا بس واحد واقف وياي كان قدرت انه اطلع من هاي المشكله مال 6 سنين. فانتوا نصيحه اذا عندكم الكل واقف ضدكم، حاولوا تلقون واحد بيه لازمه شويه تحجون وياه. لأني نفس الموقف صار وراها من دا اتزوج الاخ الكريم هم اهلي كانوا مقابلين، بس بوقتها اختي كانت واقفه وياي، الحمد لله متزوجين صار لنا 5 سنين. فيعني وجود شخص وياكم كلش يساعد. هاي نقطة. الشغلة الأخرى اللي خلتني ورا 6 سنين يصير عندي شجاعة إنه أنا أعوف الطبية. مفاجأة أنا عرفت الطبية ورا ما خلصت 6 سنين. بهاي 6 سنين أنا أذكر نفسي ترى هذا مو مكانك، لأن أنا مشكلة ستشاشة، فأنا من أدخل بشغلة أحب أكون زينة بيها. فبالطبية هم كنت من الأوائل أنا على المرحلة مالتي. فيعني واحد يشوف روحه زين والمعدل حلو وتختار الاختصاص اللي يعجبك وطبيبة جلدية جراحة تجميلية مدري شنو هالسوالف كلش مغرية. بس أدري أنا إذا أكون بهذا الدرب أنا ما حكون مرتاحة، لأن هذا مو خطي. فكنت يعني كل ما أروح للدوام أنا شي أفكر ويا نفسي مينا ويغرك المعدل، مينا مو بعدين تغيري رأيك. تذكري هاي المشاعر اللي تحسين بيها، هذا ما ادري شلون اوصفه، هو مو كان تعب، يعني مو تعب بس تحس روحك وحيد. يعني دار مدارك متونسين وفرحانين بكونهم اطباء، بس انت لا، هذا مو مجموعتك، هذول مو ناسك. فهذا الشعور بقيت اذكر نفسي به، انه ترى من حتخلصين طبيه حتنسين هذا الشعور، لا تنسيه. وفعلا ما نسيته. وكنت اقول لهم صديقاتي هسه تشوفون انا حافظه طبيه يضحكون، يقولون من كل عقلك اكو وحده يعني انت ليش اصلا تطلعين من الاوائل؟ لحتى ما اعرف ما ادري ليش انا كنت اقرا هوايه، بس انا من عندي شغله احب اصير زينه بيها. فمن خلصت صف سادس شفتوا يا صف يا ترى ما المهم يعني صرت متوسطه انتم بهالاثناء. تحولنا تزوجت وقعدنا بتركيا انا ومجتبى، وحتى مستشفى ما قدمت، يعني اسمي ما داخل بالسيستم انه انا قدمت على تعيين بالمستشفى وشيء، لان كنت متاكده انه انا ما حسوي، ما حكون طبيبه. بدت الصراع الاخر اللي هو هذا الخوف اللي حكينا به بالبدايه. رجع هذا الخوف مرت الاخ، اني يعني زين اوكي انا ما اريد طبيه، بس ايش حسوي؟ هسه خيارات الدنيا كلها مفتوحه قدامي. فهي صارت مثل جاب هير، خلينا نقول هي طولت سنه، اكثر من سنه يمكن حتى. فكنت احاول اعرف انا شنو اللي اريده، يعني سارجع للمعماري لو اسوي شغله ثانيه، يعني عرفت الطب عرفته. وكانت فتره جدا تعيسه بحياتي
كنت يعني نفس الكآبة الطبية رجعت، لأن هذا الشعور بالضياع وشعور إنه أوكي أنا هسه عرفت الطبية وجماعتي كلهم يداومون مستشفيات، وبين ما أقرر أنا شنو أريد أصير جماعتي بادين اختصاصات، وهذا صار جراح، هذا صار يعني كل هاي الأسماء الكبيرة المبهرة. بس قلت أوكي خلي نشوف ايش حيصير. وراها بديت أدرس تصميم داخلي interior architecture بتركيا. من بديتها حسيت أوكي يعني هيك شايفة فت قطعة بازل وقعدت، يعني إنه ما ترى تقعد بغير مكان بس قعدت بهذا المكان. وبوقتها عرفت شنو معناها إنه واحد يعني دا يسوي شيء وهو مستمتع به، وهو يعني أحس أوكي أنا هذا هو مجالي، هذا الشيء اللي حبقى قاعدة لل 12 بالليل لل 2 بالليل، وأخلي أهلي وجيراني وكلهم يجون تعالوا اشتغلوا وياي. فالشعور كلش كان حلو. بس اكو تويست ثاني، هذا قبل 2 ما لحقوا عليها لأنه كل سنة حيصير شيء مختلف. باسطنبول اكو كلش هواية ورشات سيراميك، زين كل منطقة اكو بيها ورشة سيراميك. فأنا قمت أروح لورشة السيراميك بالمنطقة، فعجبتني كلش. قمت بالكلية أخذ شكو درس بعلاقة بالسيراميك، قمتها ماخذه. وراها سافرت لبولندا منحة، همين شكو درس سيراميك أخذته. بعدين سجلت كورس أول سنة تقريبا مال السيراميك هم أخذته. فهسه أبوي يقول لي شفتي ترى قلبتي على السيراميك. فيعني أنا خلصت الجامعة وخلص دراسة السيراميك يمت خلاص، بس يعني خلينا نقول خلصت حصلت شهادة مال السيراميك وحصلت شهادة مال انتيريور اركتكتشر همينه. وهسه عندي استعداد ادرس كلية ثانية وثالثة ويا ثانية ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، لأن من أنت تكون بمجال أنت عاجبك يعني بس تريد تتعلم. يعني مثلا هذا السيراميك شوية له علاقة بالانتيريور ديزاين، أوكي أنا أتعلم سيراميك، أريد أدرس هندسة مواد، أريد أعرف هاي المادة شنو تصير، هاي شنو تصير. فمن أنت المجال حابة يعني تقوم تطلع لك سوالف من جوا القاع ما تدري منين. فهذه قصتي، بس شويه بصوره غير مباشره عشان اقنعت اهلي. يعني مثل ما قلت انا ما قنعت اهلي، انا درست 6 سنين تالي، بس متندمه عليها، متندمه والله وبقت شعر راسي متندمه عليها. ما اقول انه تجربه واستفاديت من عدم ومدري شنو، لا والله كل شيء استفاديت من هاي التجربه 6 سنين. بس على 6 سنين من حياتي وكنت ثاني ابتدائي وانا لحد هسه استوى يلا خلصت كليه. فيعني القوا شخص يساندكم ولو شويه، واحكوا ويا اهلكم واسمعوا شنو يقولون، لان انا ما اقول هم الاهل خطا، يعني هم يشوفون اشياء. شوف احنا هذه وين الايكيغاي، نقدر نرجع عليه؟ ها استوى ولا؟ اوكي. تشوفون هي ايش قد اكو اشياء وات يور جود، شنو انت زين بيه، شنو انت تقدر تحصل عنده فلوس، شنو العالم يحتاجه. احتمال تعطكم هواية اشياء هي ايكيغاي اصلا، بس او جزء من عندها، بس انه هواية تلتم. بس مثلا انا بحالتي اهلي كانوا يركزون على هاي النقطة اللي هي what the world needs، العالم شنو يحتاجه. انا اتذكر بالحرف امي كانت تقول لي الطبيب هو اكثر شخص نحتاجه. بس فيعني هو يعني كل واحد يشوف في جزء من هاي الدائرة، بس انت مثلا شنو والله what you love، انت تريد تسوي اللي انت تحبه. فهي مو صح وخطأ، هي تفضيلات بالنهاية. وهم هي حياتكم اللي حتعيشوها، الله طولة العمر إن شاء الله لكم. أي فيعني أنا اللي أريد أقوله إنه الأهل هم مو خطأ، بس هي اختلاف وجهات نظر واختلاف النقطة اللي نركز عليها إحنا بحياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله. اوكي ثانك يو سو ماتش لينا، شكرا على هاي القصه. انت كنت تقولين انه كان عندك يعني تحسين جزء من المشكله انه كان عندك ضعف بالتواصل ويا اهلك وما قدرتي تفهميهم، فهسه لو ترجعين وتحكين وياهم بالموضوع مره ثانيه شلون راح شلون شنو راح تسوين شيء مختلف، او اكو شيء مختلف لو هو الموضوع ما بمجال؟ اي اكو شيء مختلف، كلش اكو شيء مختلف. احنا يعني خاصه ما ادري انا عن نفسي، ما ادري عن كل البنات، بس
احنا عندنا فد شغله ولو اغلبيه بنات هسه من حتتزوجون او تشوفون خواتكم، احنا من احد يحكي ويانا نقوم نبكي زين، ومتاملين انه من نبكي حيقهرون علينا ويسوون لنا نريده زين. بس هاي الطريقه مو دائما تشتغل، واني ما كنت اعرف غير طريقه مال الاقناع انه انا حبكي ابكي اهلي مصممين، ابكي اهلي مصممين. فيعني ما كان عندي وسيله اوصل بيها فكره انه اني اريد فد شيء كلش غير البكاء اللي هي ما تشتغل. فيعني بعدين من كبرت وقمت اعرف انه البكي ما يوصل نتيجه، فقمت اتعلم طريق ثاني انه احكي بيه، انه اطول خلقي، اسمعهم ايش يقولون، ومو بس اول حكايه انه اول لا راسا اني انسحب، لا انه يعني اكو مجال للنقاش، لان هم يردون يسمعون مني، بس اني ما دا احكي وياهم، اني بس دا ابكي، بس دا يعني دا استخدم وسيله دفاعيه. بس بالحقيقه هو اكو حكايه كلش تعجبني مجتبى يقول لي اياها، تذكري انه اهلك هي مو معركه واني على هذا السايد وهم على السايد، احنا اثنين نفس السايد، احنا اثنيننا نريد مصلحتي، يعني امي وابوي يريدوا مصلحتي اني وانا اريد مصلحتي اني، فاحنا مو واحد ضد الثاني، بس هي المشكله انه الفكره ما دا توصل، يعني لا انا دا اوصل فكرتي ولا هم دا يوصلون فكرتهم، فهنا المشكله دا تصير. فيعني بالنسبه للبنات اكو حلول اخرى غير البكاء وبالنسبه للولد ما ادري شو يسوون، تطلعون تزعلون شنو كل هذا التلاعب العاطفي اللي خل نسميه، انه احنا نحاول نجبر اهلنا حتى نراويهم ايش قد احنا نريد هذا الشيء، بس هي اكو طرق احسن واسهل من انه نقعد نبكي. اوكي شكرا هواي. شكرا. اوكي زين، هسه مينا حكت فد شغله كلش كبيره ومميزه، اللي هي انه احنا هاي الامور هوايه منها اذا نريد نتفوق بها وننتصر بها، اذا هي مثلا اكو فد نقاش بيننا وبين الاهل، واذا نريد نقدر نحقق الشيء هذا الايكيغاي مالتنا، نحتاج يكون شخص يدعمنا، مرات شخص واحد، مرات هوايه اشخاص، ممكن كوميونتي كامل من الاشخاص ممكن نحتاجهم يدعمونا. ويجوز تقولون زين هسه شو اسوي انا ما عندي هذا الشخص، انا بعائلتي كلهم مو وياي وما عندي اصدقاء وياي ما اعرف شنو. فهاي النقطه هواي ناس يعني فعلا هذا الشيء بحياتهم انه ملاقين هذا الشخص الواحد، ناهيك عن هواي اشخاص. فاحنا اليوم نريد نشارك وياكم كوميونتي، نريد تطلعون من هذا المكان تكونون جزء من مجتمع مال ذول الناس اللي هم مهتمين يدعمون بعض بهاي الخيارات وهاي المغامره اللي تخوضوها بحياتكم. فهذا QR كود راح يوديكم الى تيليجرام شانل، راح ننشر عليها بعض الموارد، وراح ننقلكم الى منصه، ذيك المنصه راح تتعرفون على بعض وتختلطون ببعض وتكونون تجمعات صغيره. يعني مثلا قصه مينا كانت انه هي تريد تروح تدرس طبيه، او اهلها يردوها تدرس طبيه بس هي تريد تروح تدرس معماري، وهذا فد قصه محدده. اكو شخص اخر يجوز بالعكس هو يريد يروح طبيه بس اهله ما يخلوه، او يجوز اكو شخص يريد يدرس برا العراق ومحتاج يعني شخص ينصره او يشجعه او يدعمه. فهاي الاهتمامات وهاي التنوعات اللي راح تكون فيها راح تتحولون الى مجموعات صغيره. ممكن يكون مجموعه مهتمه بالرسم، مجموعه تدور على منح، مجموعه تاخذ جاب يير ويردون افكار مع بعض. بعدين ورا ما نطلع من اليوم راح نتقسم ونشارككم هاي التقسيمات. فاشتركوا بهذه القناه، هاي القناه راح تكون خاصه بهذول الناس اللي هنا، فماكو احد ثاني راح يدخل لهذه القناه غير انتم. هاي اللي هنا هسه ايش قد 60 70 شخص موجودين راح يدخلون هنا، وما راح ننشرها على مكان ثاني، لانه احنا التقينا على ارض الواقع، وهو هذا الشيء اللي مشتركين به احنا، حتى لو احنا ما عندنا تجربه مع بعض، ما نعرف بعض قبل، بس انه التقينا وجينا لهذا المكان سويا. بس اهميه الكوميونتي واهميه الناس اللي يدعمونا ويشجعونا هو يوازي او يناظر كل الاهميات الاخرى اللي حكينا بها. حكينا عن الايكيغاي، ولازم تعرف انت شنو تريد ولو شنو تحب وشنو زين بيه انت، فهذني كلهن اشياء مهمه. بس الكوميونتي هو بشفه اخرى وله اهميه همينه ثقيله بهذا الموضوع، واغلب الاحيان احنا ما ننطي مساحه او قيمه الموضوع الكوميونتي بحياتنا. فاليوم حاب همينه ادعو شخص يسولف لنا عن الكوميونتي وشلون الكوميونتي هي كانت جزء من حياته ومن تجربته. احمد الملقب باحمد البيانو، كان هو الام سي مالتنا ببدايتنا اول ما ندخل، عزف لنا هاي المعزوفه الرائعه.
فراح اخلي احمد هو يشارككم قصته وشنو الاشياء اللي ممكن نستفاد منها. شكرا مرتضى. انا احمد، انا مدارس اعداديه، وانا اتقاطع كل شوي ويا اللي قالوا الشباب. انا هم من كبرت بالاعداديه بالثاني وثالث متوسط كنت العب كل شوي فيديو جيمز، وهالشيء خلى الانجليزيه مالتي كلش زينه، وكلش ساعدني هالشيء انه اتعرف على ناس، القى فرص همين. ويا اللي قاله زرري، لانه انا من تخرجت من الثالث متوسط رحت معهد فنون، وهالشيء كان كلش يشبه اللي قالته مينا، لانه انا ما اريد اروح معهد فنون، وكنت ضايج لانه اريد اروح معهد فنون، بس رحت معهد فنون. ومعهد فنون هو 5 سنوات من الثالث متوسط. اول سنتين انا مشيت راضي بيهن وكنت كلش ما متونس، بس بالسنه الثالثه بديت اشوف الجانب الاخر من المعهد، كنت فعلا دا احب الموسيقى. هو هذا اللي علمني بيانو، هو هذا اللي خلاني اهتم بالفن وبالموسيقى، شنو البيانو اصلا، وشنو الاشياء اللي تنعزف عليه، وشنو الموسيقى همين. وبعدين بديت اتعلم برمجه، كان عندي شويه فضول وشغف اتجاه البرمجه، وصارت لي فرصه انه احضر احد الورشات مال مرتضى هنا بالهب قبل لا ينفتح الهب اصلا. وبيومها التقيت مجتبى ومرتضى سويه، وكانت الورشه كلش زينه، استمرت لمده شهر تقريبا. بعدين حولنا اونلاين، وبعد تعرفت على كلش هوايه ناس بهذا الكوميونتي اللي كلش فادني. منهم سيف اللي كلش هوايه حصلت فرص من عنده، تعلمت نفسي اكثر من عنده. اشتغلنا سويا تطوع سويا انا وسيف على مشروع اسمه ويكان، هو ناس ان انا اتوقع سامعين بيه ممكن. وبعد ما اني قدرت اتطوع ويا سيف وكنت هنا بالكوميونتي دائما موجود، وبدا الانجلش ميت اب يصير بالهاب، كون انجليزيتي زينه فاجتني دعوه انه انا اكون احد الميسرين بهذا الايفنت اللي هو مال الانجلش ميت اب. وهذا ساعدني كلش هواي انه اتعلم كلش هواي سكيلز غير الانجليزيه وحدها. الانجليزيه مالتي كانت زينه نوعا ما بهذا الوقت، وكنت اقدر اسوي فاسيليتيشن زين او تيسير زين لهاي الايفنتات، بس هالشيء علمني كلش اشياء ثانيه غير الانجليزي، اللي هو القياده، شلون اني اسمع، شلون اني اوصف مشاعري او اللي اريد اقوله بطريقه بحيث توصل للكل، لانه مستوى الانجليزي يختلف عند الناس. شلون اني اقدر بنفس الوقت اسمع اكثر من شخص وارتب هاي السيشن، وهالشيء كلش اعطاني هاي الخبره اللي كلش اني صراحه احس مستفاد من عندها. فان فاكت، اني 1.5 سنة اتعلم بيانو وانا ما اعزف قدام ناس، فاول مره كانت على هالستيج نفسها. جيت براس السنه للهب، كنت بوقتها ما اعرف لا سيف لا اعرف احد هنا، وكان اكو بيانو، وصديقي ايليا اللي قاعد هناك بالاخير كان البيانو مالته هو كان هنا دا يعزف. فبيومها احد اصدقائي دفعني انه اني اسال واتشجع انه انا اقوم اعزف هنا، وفعلا سالت احد المنظمين اللي كانوا هنا وقدرت اصعد على الستيج، وكان اول برفورمانس لي بحياتي، وكان كلش شقاقي، كلش كنت متوتر، بس يعني كانت تجربه ما انساها ابدا. وبعد راس السنه وبعد سيف وشغل ويا سيف والفاسيليتيشن تعرفت على كل شوي ناس هنا، ناس كنت اشوفهم بالانجلش ميت اب يجون اكثر من مره، صاروا اصدقائي، كل شوي من اصدقائي تعرفت عليهم هنا. وهالشيء كان دي يساعدني بعد شهور، يعني انا التقي شخص ورا شهرين نتقاطع فد فرصه سويه، لو يجي عنده فد فرصه يشاركني اياها ونشتغل سويه. وبقيت بالهاب اتعرف على كل هوايه ناس. بعدين جيت التقي مرتضى هنا، اشتغلنا انا ومرتضى شويه على برنامج مال دولينجو. وبعد كل هالاشياء والموسيقى والاشياء اللي ساعدتني والبرمجه، انا التقيت ابراهيم هنا بالهاب بستارت اب ويكند، وبنى عندي شغف للستارت اب وشلون هو ينبني، وهم كنت ويا سيف دا اشتغل هنا بالستارت اب ويكند، وهالشيء كلش اعطاني شغف وفضول شلون الستارت اب بزنس يبدي، شلون الانتربرنور شيب تصير هنا بالايكو سيستم مال بغداد. وهذا الوقت انا ما مشتغل بحياتي، ما عندي سي في، ما عندي فد شيء يثبت انه انا زين بفد سكيلز معينه. وبعدها بهذا الايفنت مال ستارت اب ويكند كنت انا مقدم على شغل بشركه اسمها سندباد، اذا سامعين بيها، على لينكدين، بسي في كلش كلش مو مقنع. فبيومها الاتش ار مال سندباد كان هنا، واجى دا يفرفر على التيبلز، وصدفه عرفت انه هو الاتش ار مال سندباد. فقلت له انه اليوم قدمت على شغل، فبدون اي تفكير قال لي تعال انترفيو. فليك لي لحظه شدات خيل انه انا ما شوفت السي في، ما شوفت انا شنو اسوي، وقال لي تعال انترفيو. فكبدايه انا حصلت فرصه المقابله بشركه،
بدون سي في، بس لانه انا اجي هنا وعندي علاقات هنا وعندي معارف كلش هوايه هنا وانا اكون هنا هوايه. وفعلا رحت للانترفيو، وصلت متاخر 5 دقائق للاسف، وكان كلش ريد فلاج. بس كملت الانترفيو، وبالنهايه سالني سؤال اذا كنت راح تجي باكر، اذا قلت لك راح تعال باكر راح تجي؟ قلت له اي، قال لي تعال باكر وراح اخلي بك بالشغل. فللحظه انه انا انصدمت شلون انا ما عندي سي في، وانا ما مشتغل قبل، وماكو شيء يثبت انه انا عندي كلش هواي سكيلز، بس مجرد وجودي هنا، مجرد وجودي حول هذول الناس، تطوع اشتغل وياهم، معارفي بيهم، شلون انه انا تعرفت على سيف بشهر الثاني واني بشهر الثامن حصلت شغل، لانه سيف كان يعرفني على واحد وواحد يعرفني على واحد، وكان كلش هواي ناس هنا ساعدوني احصل هاي الفرصه. وبالنهايه انا هسه واقف قدامكم، انا اشتغل بشركه سندباد صار لي شهرين تقريبا، كاستمر سبورت اشتغل، بس انا موجود هم ويا البرودكت شويه اساعد من انا ويا الكواليتي. دائما حسيت انه هاي الشهرين كانت مثمره. وبعد ما تعرفت على سيف ومرتضى ومجتبى، حصلت فرصه بتحدي 29 يوم، وقدرت افوز واروح تركيا ويا الشباب، وانا هم مراحل اعداديه. فللحظه كنت استوعب انه انا مراحل اعداديه، مدارس احياء ورياضيات وكيمياء وكل الاشياء اللي دارسيها وانتم زينين بيها ويمكن احسن مني بهواي، بس انا عندي كل هاي الفرص لانه انا عندي علاقات هواي هنا، لانه الكوميونتي كان هنا دي يساعدني. حتى بالبيانو ما احس انا كان راح يصير عندي جرأه انه انا اعزف قدام جمهور لو ما كان اكو الحافز والناس اللي تدعمني هنا. كل شوي ناس اكو هنا تدعمني انا شخصيا وعلاقتي قويه بيهم، كل اكو هنا ناس يعرفوني وانا ما ملتقيهم هوايه، بس يعرفوني اونلاين وهم دائما يدعموني. الشعور اللي يجيني من احس انه انا هنا بالكوميونتي واكو هواي ناس تعرفني وهواي دا اقدم واخذ من هذا الكوميونتي، شعور انتماء كلش قوي. واحس حتى لو انا ما عندي اخوان، حتى لو انا ما عندي اخ او شخص يسوي نفس الشغله اللي انا اسويها، وجودي حول اشخاص عندهم شغف بنفس الشغلات اللي انا عندي شغف اتجاهها، برمجه، موسيقى، تطوع، مساعده الاخرين، هالشيء كل شيء يقوي الاكشنز مالتي باتجاه هذا الموضوع. انا عندي شغف اتجاه هاي الشغله، بس يجوزاني اذا كنت وحدي ما راح اسوي اتجاهها اي شيء. هو ناس يقولوا انا اتعلم بيانو بس ما حد يسوي لي واهز، صرت اتعلم برمجه بس ما حد يسوي لي واهز، صرت اتطوع بس ماكو واحد اتطوع وياه. بس هو هذا الحلو بهذا الكوميونتي، انه دائما اكو شخص هنا يحب نفس اللي انت تحبه، واذا انت كنت تحاول كفايه راح تلقى الاشخاص اللي يسوون نفس الشغله اللي انت تسويها ويعلموك وتتعلم من عندهم وتسوون شغلات سويه وتتطورون سويه ويمكن تغيرون حياه اشخاص اخرين. وكل شكرا، هذا اني، وكل شكرا لاستماعكم. احب على السريع امر على فد هيك ملخص من كل هاي القصص اللي سمعتوها من اليوم، وشنو العبر اللي شاركوها كل واحد من المتحدثين. فعلى السريع، اول شيء انه تعلموا انجليزي. اذا ما تعرفوا انجليزي هاي خلوها اولوياتكم. هسه ارجعوا للبيت، سجلوا بتطبيق مال انجليزي، بقناه مال انجليزي، ورشه، دوره، او تعالوا للانجلش ميت اب اللي يصير هنا. الشغله الثانيه انه الشهاده والدراسه الاكاديميه، المسار التقليدي اللي احنا متعودين عليه، هو مو الطريقه الوحيده انه تحققون اهدافكم وطموحاتكم. هذا ما يعني انه لا تروحون للجامعه. اني مرتضى سمعنا من هواي ناس قسم درسوا وقسم يقول لك لا تدرس، وقسم يقول لك لا تروح طبيه. انا رحت جامعه ودرست، والطريق الجامعي اللي درست فيه كان مفيد لي، والشهاده اللي انا حصلتها دا اشتغل بها. فمو كل واحد درس جامعه ضيع وقته، مو كل واحد عاف الجامعه هو كان هذا احسن خيار له، بس نريد نقول له انه هي مو الشيء الوحيد، الدراسه الجامعيه وهذا الطريق اللي متعودين عليه احنا مو هو الخيار اللي متوفر امامكم الوحيد. الشغله الاخرى انه اذا تاخذون جاب هير، هذا الشيء ممكن يصنع تغيير كبير بحياتكم. هاي ال6 اشهر او ال12 شهر اللي احنا هوايه ناس، يعني انا اشوفها شغله عجيبه صراحه، انه هوايه ناس يقول لا زين شلون اضيع 6 اشهر من حياتي، شلون اضيع 12 شهر من حياتي، هاي ضيعت سنه من عمري اني. بينما الناس ما عندهم مانع يعيدون السادس مره، مرتين، 3 مرات حتى يحصل معدل احسن، وهذه ما يعتبروها دا ضيع حياتي، يعني انه انا باقي بالسادس دا اعيده. هاي تعتبر عادي، يعني احنا بالمجتمع مالتنا متقبل هذه انك تعيد السادس عده مرات، بس ما متقبل انه انت تاخذ جاب هير وتروح تجرب بها اشياء ممكن فعلا تسوي تغيير كبير بحياتك وتعرفك على فرص ومجالات انت ما كنت تفكر بها، مثل ما شفت قصه صديقنا جاك. فضيفوا هاي القائمه الخيارات المتوفره امامكم، موضوع الجاب هير. الشغله الاخرى انه اذا عندكم فرصه تسافرون حاولوا تسافرون.
اذا تريدون تجون تركيا، هاي ابسط سفره ممكن تسووها، تجون تركيا، الفيزا هسه سهله، الطيران لتركيا رخيص. اذا محتاجين مكان تجون تركيا احكوا ويانا، ممكن احنا نساعدكم تلقون مكان او نستضيفكم بالاماكن المتوفره عندنا. فحاولوا تاخذون وقت وتسافرون وتستكشفون باماكن جديده، او حتى لو تسافرون داخل العراق اذا ما متوفر لكم السفر خارج العراق، اكو هوايه اشياء رائعه موجوده داخل البلد. النقطه الاخرى من ملخصنا اليوم انه هاي ما حكيناها بس هي انه اغلب الجامعات الاهليه، اذا تفكرون بجامعات اهليه عيدوا التفكير مره ثانيه، لانه هنا جامعات الاهليه جودتهم هوايه منهم ما تكون بالمستوى المطلوب. هذا الطريقه المؤدبه دا اقولها المستوى المطلوب، بس هي كاتبها اني جامعات الاهليه لا تحل ولا تربط. هاي راح نقطعها من الفيديو. فعيدوا التفكير بها، طبعا مو كل الجامعات وهمينا مو دائما، بس عيدوا التفكير اذا الجامعه الاهليه هو حاليا اول خيار ببالكم. ممكن تكون هي خوش خيار هذه، بس فكروا بها اكثر قبل ما تشيتون عليها. الشغله الاخرى انه لا تتنازلون تتخلون عن اهدافكم مجرد لانه المجتمع والاهل ما يدعموكم. حاولوا تلقون ناس يدعموكم، وحاولوا تحكون ويا اهلكم وتوصلوا لهم افكاركم بطريقه زينه حتى يفهمون انهم ليش هاي الشغله اللي تريدوها. واخير نقطه انه خلوا نفسكم محاطين بكوميونتي ومجتمع من الافراد يدعموكم يشجعوكم ويشاركوكم هاي المهارات والاهتمامات اللي انتم عندكم واذا تريدون تطوروها بنفسكم، مثل ما قالت مينا، مثل ما قال احمد. اليوم سمعنا من هوايه ناس، سمعنا من خلفيات متنوعه ومختلفه، من جميل اللي هو عافي الدراسه الجامعيه حاليا ودا ياخذ جابير، من احمد اللي هو عنده شهاده ثالث وهو قاعد يشتغل ويعزف بيانو ويعزف جيتار ويحكي انجليزي احسن من عندي. سمعنا من مينا اللي هي درست 6 سنين طبيه وعافت الطبيه وراحت تسوي هندسه معماريه وسيراميك. وسمعنا من زرر اللي يشتغل مدير فريق الجروث بمسواق وهو ما عنده شهاده جامعيه. هذه قصص هي نبذه كلش صغيره من القصص اللي موجوده بالدنيا، وهي هاي ما تمثل كل شيء، ومو شرط كل واحد من عندكم راح يصير مثل واحد من ذول الناس. احنا نريد نشاركه انه لا تصير مثل مينا ولا تصير مثل احمد، تصير انت مثل ما انت تريد. بس هذني قصص ممكن نتعلم منها وناخذ لنا شغله من مينا، ناخذ لنا شغله من احمد، ناخذ لنا شغله من جميل، ونستفاد منها بصناعه المسار اللي يناسبنا ويكون ملائم لنا. قبل ما ننهي احب اشارك هذا الكيو ار كود مره اخيره وياكم، وتذكروا انه تدخلون على هاي الكوميونتي اذا ما دخلتوا عليها.